السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساءكم. دائما الخوت المواضيع ديالنا واضحة، نتكلموا على واحد النظام كيمارس الإجرام ديالو على واحد الشعب مجرد من جميع الحقوق ديالو وما عندوش مكانة في بلادو. وأما هادوك العياشة اللي عندهم في عقلهم لورينا دي بورو ما عرفش اش من نوع ديال النظاظر اللي كيلبسوهم، حتى خلاوهم ولاو كيشوفوا المغرب حاجة أخرى، وكأن عالم مثالي فيه الأمن والأمان، والمغرب ما كاينش بلاد بحالها، والملك أحسن ملك في العالم، والكلام الزايد ديال الوهم. مهما كيحاولوا يتهربوا على الواقع الحقيقي اللي كاين في بلادهم، إلا وكنحطوا لهم التقارير اللي كتنشرها الصحف الدولية ومنظمات وكتعطيهم هذاك الشيء اللي كاين في مملكة البطش والأوضاع اللي كيعيشها الشعب داخل هذه المهلكة. العالم كله كينشر التقارير ديال العياشة، كيكتبوا عليكم كل شهر وكيعريو الفضايح ديال النظام اللي عندكم، وكيهضروا على الأوضاع الخطيرة اللي كيعيشها الشعب، خطر الصحة، خطر التعليم، خطر الفقر، خطر التهميش، كل شيء كيهضروا عليه وكيحطوا لكم المؤشرات بالحساب المدقق. كل هذا وكتخرجوا لينا بوجهكم قاصح وكتقولوا العكس. والنظام الهمجي اللي عندكم حتى هو كيخرج يهضر ويقول لا حنا ما عندناش هذا الشيء، وهذوك التقارير كيحطوهم غير واحد المنظمات مدفوع لهم من طرف اعداء المغرب. كتضحكوا على الشعب بكل وقاحه يقل اللحيه. الصندوق النقد الدولي ولاو كيدفعوا ليه الفلوس باش يدير عليكم التقارير السلبيه، هذه ما كانتش في خبارنا، كنشكركم على هذه المعلومه. ولكن قولوا لي، مجلس حقوق الانسان شحال دفعتوا ليه فلوس باش خديتوا كرسي عندهم؟ ومنظمة حقوق الإنسان بنفسها كدير عليكم العشرات من التقارير وكيقولوا عليكم بأنكم دولة لا تحترم حقوق الإنسان. كيفاش درتوا ليها حتى عطاوكم كرسي داخل مجلس حقوق الإنسان؟ درتوا ليها بحال اللي درتوا لمجلس الاتحاد الأوروبي. نائبة رئيس المجلس لقاو عندها في الدار 600 مليون أورو، والقضية ديالكم مازالها في التحقيق. حتى ألمانيا دارت عليكم واحد المقال زوين، ثاني هي خرجوا قولوا عليها كتآمر عليكم والعديان كيدفعوا ليها الفلوس. نقرا عليكم هذا المقال اللي حطاتو ألمانيا، حل ودنك مزيان يا العياش واسمع. اعتبرت دراسة ألمانية جديدة أن النظام السياسي المغربي يرتكز على 3 عناصر لصناعة النخب السياسية والاقتصادية في المغرب، من خلال شراء الولاءات، الرشوة حنيني، ومنح الامتيازات والسياسة الرع الاقتصادي، واعتماد الفساد كخيار استراتيجي للسلطة وأداة من أدوات الحكم، والقضاء على الرموز التي تتوفر على الشرعية الشعبية. سمعتوا يا العياشة؟ هذه ألمانيا اللي قالت هاد الشيء، ماشي حنا اللي قلنا. حنا عارفين هاد الشيء كاين ومن زمان في المغرب، ماشي حاجة جديدة علينا. الدولة كتعتمد على الرشوة وشراء الذمم، وكتحارب النخب اللي كيتوفروا على الشرعية الشعبية. الإنسان الشريف كيعتبروا خطر عليهم ومباشرة كيصفيوها ليه. هذه كاملين كنعرفوها، وحتى نتوما يا العياشة كتعرفوها. نكمل لكم المقال. الدراسة التي نشرتها موقع جيجا التابع لمعهد الألماني للدراسات العالمية والمجالية، وهو معهد أبحاث مستقل مقره هامبورغ وعضو في جمعية لبنيز. هذا المعهد العياشة هو اللي كشف لكم العرض ديالكم. يقول المعهد: خلصت إلى أن القصر الملكي في المغرب تمكن من إنشاء علاقة تبعية له من طرف معظم النخب السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد التي تتسابق نحو الاستفادة من الامتيازات المختلفة التي يمنحها القرب منه. كيقولوا لكم يا الشعب الطبال بأن اللي بغى تكون عنده سلطة ويدير في البلاد ما بغى، خاصو يقرب من السلطة الحاكمة ويطبل للملكية ويكون عبد مطيع بامتياز يخدم لمصلحة الملك. وقالت الدراسة: لقد تزامن حكم محمد السادس مع اعتماد الإصلاحات النيوليبرالية على نطاق واسع، مما خلق فرصا لصناعة النخب المالية والاقتصادية، وعزز التحالف بين النظام الملكي والنخب الاقتصادية والسياسية المحلية، بحال أخنوش والعصابة اللي كيسيطروا على المال. كلهم عندهم تحالف معزز مع الملك
والعامل المشترك اللي كاين بيناتهم هو نهب المال وجمع الثروة، وهذاك الشعب هو اللي يمشي في الرجلين وهو اللي ياكل الدق. وسجلت أن القصر الملكي في المغرب أدرك منذ وقت طويل أن النخب المعارضة أكثر خطورة على مستقبله من المعارضة الجماهيرية. كما قلت لكم من قبل، النظام عنده فوبيا من النخب المعارضة الشرفاء اللي ما عندهمش أيادي ملطخة. هاد الناس كيصفيوها ليهم في أسرع وقت، خاصهم يتهناو منهم باش يبقاو ديما مسيطرين على الحكم ويمارسوا الديكتاتورية ديالهم على الشعب براحتهم وبدون إزعاج. وشدد أن الملك كان هو المستفيد الأول من حلفائه اللي هما أصحاب المال الشلهبية اللي معاه. من كل الإصلاحات التي تم اعتمادها، فإن النخب التي تساند الملكية بشكل تلقائي والعائلات الثرية قد استفادت أيضا من كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ عقد التسعينات من القرن الماضي وخلال العقد الأول من القرن 21، بما في ذلك بعض الأوساط المعارضة للنظام الملكي، لأن جل النخب تربطها علاقة رابح مع القصر الملكي، وتدرك أن القرب من القصر هو مفتاح النجاح المالي الاقتصادي. بحال هادوك اللي كيسميو رسالهم معارضين داخل الزريبة، كاملين كيعارضوا من أجل المصالح ديالهم، كيجريو مور المال فقط، معارضين ديال البنكة، وكاملين طبالين للملك، وكلهم عندهم بصمة في الفساد. ها هو حتى المقال اللي دارته ألمانيا هضر عليهم وقال لك بأن الأثرياء في المغرب منذ التسعينات وهما كياخذوا الكفاءات والامتيازات من عند القصر، وما زال كيدعمهم الملك إلى يومنا هذا. قولوا لي يا العياشة، هذاك الشعب المطحون اللي العدد ديالو ارتفع ووصل للقمة، كاش ما عطاهم القصر ولا مساكين مازال باقيين كيتهضروا؟ مازال ما وصلتهم النوبة. الملك ما عندوش الوقت لهذا الشعب، حيت راه لاهي مع النخب ديالو والعائلة الثرية اللي من التسعينات هو كيعطيهم في الامتيازات والكفاءات واللي حد الساعة. سمحوا لينا يا الشعب الفقير، الملك ديالكم ما مساليش ليكم، صبروا، راه قرب رمضان لعل وعسى دوك يخرج ليكم ويتفكركم بشي قفة ديال 70 درهم يعطيها ليكم، وإلا ما خرج كاع ما كاين باس يخرجوا ليكم بني عمو بنو قريضة، ياك حتى هما كيوزعوا عليكم القفة بحال اللي وزعوها عليكم العام اللي فات. أما اتفاقية اللي كاينة بين الملك والنخب السياسية والاقتصادية هي كيعطيهم الكفاءات والامتيازات مقابل شروط. شنو هي الشروط؟ الشروط هي هاد النخب السياسية خاصها تخدر هذاك الشعب وتكلخو، والنخب الاقتصادية خاصها تكوفري على داك الشيء اللي كينهبو الملك والعائلة ديالو. هذه هي السياسة ديال القصر اللي كاينة، دوني شد أرى، وهذاك الشعب كيلعبوا ليه فوق ظهرو دردق عاود دردق، وهو مسكين مازال باقي كيصفق عليهم وكيغني ليهم زيد الملك زيد ويضربوا ليه التعريجة، حيت الشعب راسو معمر بالكلاخ. هذا هو المقال اللي حطاته ألمانيا على دولة الزريبة العظمى، وكشفت لهم السياسة النظام اللي عندهم بما يسمي نفسه بإمارة المؤمنين، وحطوا لهم الواقع السياسي ديالهم. بقاو العياشات كذبوا على عباد الله وطلقوا عليهم في السلوكية، وحنا مرة على مرة نجيبوا لكم التقارير من الدول الأجنبية ونحطوها لكم، وهكذا نبقاو مستمرين على هذا المنوال حتى يفرجها الله. انتوما تكذبوا وحنا نحطوا لكم داك الشيء اللي كتقولوا ونوصلوا الكذاب لباب دارو. نكتفي بهذا الخوت، تحياتي للجميع ولقاؤنا في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.